اخواتي وحبايبي، النهارده بقينا 50,000 مشترك على اليوتيوب. 50,000 اخ واخت، 50,000 بني ادم قدرت اكسب ثقتهم فيا واحببهم فيا واحببهم في محتوايا وخليتهم يتابعوني على اليوتيوب. فالنهارده جاي اقول 4 نقط كده عشان ما اطولش عليكم. يلا نبدا الفيديو. اول نقطه حابب ابدا بيها، الناس اللي بتسالني على طول انت ازاي وصلت 50,000 مشترك يا طرزان؟ بص يا حبيب قلب اخوك، ان انا اوصل 50,000 مشترك ده رقم مش شويه، انا فاهم، ورقم يعني رقم كبير برضه. الحمد لله انا فاضل لي زيهم هيكون معايا درع اليوتيوب ان شاء الله. فان انا اوصل 50,000 مشترك هقول لك ازاي. عشان انا شغال شورتز، اغلبيه قناتي شغاله شورتز، فعشان كده القناه بسم الله ما شاء الله دايره معايا. فانت لو حابب انك عدد مشتركين بقى وقناه تكبر وبرضه ربحها بيبقى يعني شويه بس قناتك تبقى حلوه، لازم تشتغل شورتز، لان الشورتز بسم الله ما شاء الله بيطير القناه. وان انا اوصل 50,000 مشترك انا عارف انه رقم مش شويه، بس انا عايز افهمك حاجه. انت لما تيجي تشتغل شورتز يعني يا ريت ما تكونش فيديوهاتك تكون لحد تاني، عشان ما حدش يقول لي ده انت بتشتغل شورتز عشان اليوتيوب ما ياخدش باله منها، انت بترفع فيديوهات لاي حد. لا حبيبي، انا ما برفعش فيديوهات لاي حد، انا فيديوهاتي كلها بتبقى ليا. وانت دايما لو شغال شورتز اصلا تكون فيديوهاتك لنفسك ويكون عندك محتوى، يعني بقى تخش نصايح وكده في صناع محتوى مع اليوتيوب بيشرحوا ازاي بقى تشتغل في الشورت الصح والكلام ده. وتاني نقطه، والناس اللي هي بتقول يا طرزان انت ازاي لحد دلوقتي ما حققتش ربح من اليوتيوب؟ بص يا حبيب اخوك، موضوع ان انا احقق ربح ده مش سهل. انت في شروط ال1000 مشترك ولا 4000 ساعه ولا 10 مليون مشاهده. فانا بسم الله ما شاء الله 53,000 دلوقتي ولا 54,000 مشترك على اليوتيوب. فانا يعني عشان احقق موضوع ال 4000 ساعه ولا 10 مليون هو رقم صعب، هو مش مستحيل بس صعب. ان اليوتيوب مش هيحط لك حاجه عارف ان هي هتكون سهله عليك، مش هيحط لك حاجه صعبه عليك او مستحيله عليك. فانا لسه ما حققتش الشروط عشان اخلص موضوع الربح ده. فان شاء الله يعني انا شغال على نفسي وهنزل الفتره الجايه ان شاء الله فيديوهات كبيره عشان اعرف اجيب موضوع ال 4000 ساعه. ثالث نقطه، والناس اللي بتنتقدني وبتتريق عليا ودايما حاطاني في دماغها، بص يا حبيب اخوك، في ناس عملت رياكتات عليا، في ناس اتكلمت عليا انتقدتني وما لقوش حاجه يعملوها، قفلوا قناتهم وقعدوا على جنب. طول ما انت شغل دماغك بغيرك وبتنتقد غيرك اعرف ان انت مش هتعمل حاجه. اهم حاجه تشتغل على نفسك، خلي بالك من نفسك، تقدم محتوى للناس، الناس تحبك، هو ده اللي هتقدر تعدي بيه. لكن طول ما انت شغل دماغك بغيرك وبتنتقد الناس انت كده مالكش شغلانه وهتقفل وتقعد زي غيرك. فانا عايز اقول لك لو هتفضل تنتقدني وتشتم في الكومنتات بقى وكلام سلبيات، مستنيك في الكومنتات، والله انت بتفيدني، انت عاش فشخ. فانا عايز اقول لك برضو انت عمرك ما تنتقد حد او تشتم حد او تطلع تتكلم على حد تحتيك، لا بالعكس، انت هتنتقد وتتكلم وتعمل رياكتات على اللي اكبر منك واللي اعلى منك، فانت عمرك ما تنتقد حد اقل منك. ونيجي هنا الرابع نقطه والاخيره، والناس اللي هي بتقول لي انت ما عندكش تيك توك ولا طرزان. لا يا حبيب اخوك، ده ايميل على التيك توك 180,000 متابع، اخ واخت، وده درع التيك توك الحمد لله، يعني ايميل كبير الحمد لله ومكسر الدنيا على التيك توك. لو مش عارفني خش تابعني هناك وهسيب لك الرابط في الوصفه او مثبت في اول تعليق. وبالنسبه للتيك توك بقى، والناس اللي هي بتقول لي انت التيك توك عندك الريتش واجع ومش عارف ايه، مش كل الفيديوهات اللي هترفعها حابب اعرفك عن التيك توك برضه، مع ان نتكلم النهارده على اليوتيوب بس حابب اعرفك معلومه صغيره عن التيك توك. مش كل فيديو هترفعه تبقى انت منتظر ان هو يجيب لك ريتش. يعني انا كنت برفع فيديوهات كانت بتجيب لي مليون و2 مليون و500,000 و400,000 بسم الله ما شاء الله، وكانت بتطلع ترندات. فدلوقتي مش هروح كل ما ارفع لي فيديو يجيب 1000 او 2000 فانا بزعلان. لا، انت ترفع الفيديو اتعب فيه، ظبطه جوده ومونتاج وارفعه، ما تشغلش دماغك يجيب او ما يجيبش، اطمح للي بعده. دي يجيب 1000، دي يجيب 2، ده هيجيب 3، ده يجيب 4، هتلاقي فيديو عندك جايب مليون 2 مليون، الدنيا هتظبط معاك. مش انت تعمل قناه على التيك توك او ايميل وترفع لي مثلا لحد 20 30 فيديو ما يعدوش ال 1000 مشاهده تقول لا مش هينفع والتيك توك بتاع ناس ثانيه وده في مرزغانه وانا هسلك وسط الناس دي. لا، انت هتسلك وسط الناس دي وتعدي كمان، لان ربنا ما بيضيعش تعب حد على الفاضي. ولو انت برضه عايز تعمل اللي في دماغك وتقول لا مش هينفع والتيك توك بتاع ناس كبيره، انا لما فتحت التيك توك كان نفسي نوصل 10,000 لايك، مش 10,000 متابع، 10,000 لايك. دلوقتي الحمد لله 180,000 اخ واخت على التيك توك، والله ما كنت احلم بالرقم ده اصلا. انا يوم ال 100,000 كنت عامل حفله مكسره الدنيا. فانا عايزك تكمل وان شاء الله ربنا يكرمك، وما تنساش اللايك والاشتراك وفعل الجرس، وانتظروا الفيلم الجديد ان شاء الله. بس عندي شويه حاجات كده بخلصهم وهصور الفيلم الجديد. سلام.